مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا، متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين ومروان. حابب طبعا رحب بضيفنا ببداية الحلقة. ضيفنا هو الدكتور ماهر الطحلو، اختصاصي بجراحة الأطفال، خريج جامعة دمشق ومشفى الأطفال الجامعي. اسمحوا لي رحب بضيفي لحتى نبلش لقاءنا. مساء الخير دكتور. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. مستمعينا، أي حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال بما يخص جراحة الأطفال، هالجراحة يعني خلينا نقول أنه هي مؤخرا صار عندنا اختصاصات، هالاختصاص متوفر عندنا بالمنطقة، وأجريت العديد من العمليات النوعية لأطفالنا للي أطفال منطقة الجزيرة. طبعا أي حدا حابب ينضم لنا فيكم تتصلوا على الرقم الأرضي 429 101، أو عبر الواتساب للي حابب يبعث أي رسالة أو أي سؤال على رقمنا 093 82 80 81 4. مستمعينا اللي برات البلد أو مشاهدين عبر صفحة الفيسبوك، صفحة الإذاعة بوير عربي، عبر أي كومنت فيكم تكتبوا سؤال أكيد رح نجاوب عليها. بالبداية دكتور، كمقدمة لهالاختصاص النادر عنا، شو بنعني بجراحة الأطفال؟ صراحة جراحة الأطفال من الاختصاصات الجديدة اللي صارت عنا هون بالبلد. هو اختصاص طبعا بيهتم بالآفات الجراحية عند الأطفال من عمر ساعة، يعني بعد ما يولد الطفل بعمر ساعة لحتى يصير الطفل بالغ، يعني تقريبا لعمر 14 سنة. هي الفئة اللي بنهتم بالآفات الجراحية عند هدول الأطفال. طبعا في فروع تانية من جراحة الأطفال بتهتم أو بتعمل عمليات للأطفال أثناء الحمل. الله. تماما، يعني بيكون الطفل عنده آفة مشخصة أثناء الحمل، ونتداخل بهاي الفترة أثناء الحمل. تمام. هلا حقيقة ما في عنا هون نحن يعني هذا الفرع ما موجود عنا هون، لكن موجود بأوروبا، ونتمنى يصير عنا هذا الفرع موجود هون. أكيد. دكتور، جراحات الأطفال اللي بتشتغلوا بتشمل مثلا جراحة الجهاز الهضم، تمام. الأطراف، الأذن والأنف والحنجرة. تمام. شو بتضم العمليات اللي بتشتغلوها؟ مثل ما حكيت انه نحن بجراحة الاطفال من الفئة العمرية اللي عنا هي من عمر ساعة لحتى مرحلة البلوغ. طبعا نحن كل الآفات الجراحية اللي بتشمل الآفات الموجودة بالوجه مثل شفة الأرنب، انشقاق شراع الحنك، الكتل الموجودة بالعنق سواء كانت ناسور غلصومي أو كتلة أو خراج، الآفات الآفات الصيوان. تماما اللي موجودة، آفات الموجودة بالجهاز التنفسي كجراحة صدرية عند الأطفال نشتغل، آفات الجهاز الهضمي نشتغل كجراحة عامة، وكجراحة بولي آفات الجهاز البولي كمان نشتغل. تمام. فهو اختصاص بشكل عام، هو اختصاص شامل لكل الآفات الجراحية عند الأطفال، سواء كان تشوهات بالوجه أو بالعنق أو بالصدر أو بالجهاز الهضمي أو بالجهاز البولي. تماما. أكيد نتمنى لأطبائنا للي مختصين الاختصاص التوفيق، ونتمنى السلامة لكل مرضانا وأطفالنا يلي هن فلذات أكبادنا. رح أذكر المستمعين، أي حدا حابب ينضم للبرنامج، أي حدا عنده أي سؤال بما يخص جراحة الأطفال أو العيوب الخلقية، تشوهات الأطفال إذا جاز التعبير بين قوسين، فيكم تشيلوا السماعة وما تترددوا. 429 101، مثل ما ذكرنا يلي اللي عم يشوفونا عبر الشاشة أيضا 093 82 80 81 4 واتساب هذا. على البث المباشر بوير عربي فيكم تبعتوا أي سؤال رح نجاوب عليه. دكتور، لو يعني نحكي اليوم، قبل تحت الهواء كنا عم نحكي عن موضوع داء هو منتشر كتير، واشتغلوا أطباءنا بالمنطقة على هالحالة هاي إذا جاز التعبير. لو نحكي عن ده، اللي الموضوع اللي الدكتور محضر لنا إياه هو موضوع هام جدا كتير، فرح نترك المايك للدكتور ليعرف هالحالة وهل المرض هذا أو هل الصنف من الجراحة. تماما. هلا نحن اختارينا هذا المرض اللي هو اسمه داء هيرشبرينج. اختاريناه طبعا لانه انا
صراحة من خلال شغلي وعملي بالعيادة لاحظت أنه هذا المرض شائع أكثر من بقية المناطق الموجودة، تمام. وحتى شيوعه أكثر من يعني شائع أكثر مما هو موجود بالكتب وبالنسب. هلا هو اسمه داء هيرشبرينج. نسبة لشو دكتور لو يعني؟ تماما. هلا هذا الاسم شوي غريب صراحة، تمام. في حتى في نكتة شوي رح أحكي لك إياها. تفضل دكتور. طبعا هو داء هيرشبرينج نسبة للطبيب الأطفال، أول طبيب أطفال وصف هذا المرض. تمام، عام 1878. اسمه الطبيب هارولد هيرشبرينج من الدنمارك. هو أول طبيب وصف هاي الحالة بشكل دقيق، وحطها بشكل تقرير ونشرها كحالة علمية. فأخذ هذا المرض اسم هذا العالم، نسبة العالم. تماما. هلا الطرفة اللي بدي احكيها على موضوع الاسم، طبعا احد المرات اجاني طفل على العيادة فمعه سته الطفل. المهم بعد ما عملنا للطفل فحوصات وهيك وصور، قلت له انه هذا طفل عنده داء هيرشبرينج. فست الطفل عم تسألني دكتور شو هذا المرض الهشك بشك. مصطلح غريب على مصطلح غريب، ايه صراحة. نعم. الاسم شوي غريب لكن شائع موجود عنا. مثل ما قلت لك أنا اختاريت هذا الموضوع لأنه شائع هذا الموضوع. تماما. فحبيت أنه نلقي الضوء على هذا الموضوع. كتعريف يعني دكتور. كتعريف، داء هيرشبرينج هو غياب بالأعصاب بجزء من الكولون. يعني عندي الكولون بيكون جزء منه ما فيه أعصاب، ونحن بنعرف أنه الأعصاب هي مسؤولة عن الحركة، مسؤولة عن حركة الجهاز الهضمي، مسؤولة عن حركة الكولون. فإذا أنا لما ما بيكون عندي أعصاب بالكولون راح تغيب الحركة. لما تغيب الحركة الطفل ما راح يقدر يخرج بشكل طبيعي. تماما. فإذا هو يعني بتعريفنا البسيط لأهلنا هو غياب بالأعصاب بالكولونات، بجزء من الكولون. طبعا له أشكال هذا الهيرشبرينج، ممكن يكون شامل لجزء من الكولون، ممكن يكون شامل لنص الكولون، ممكن يكون شامل لكل الكولونات، ممكن يكون شامل لكل الكولون والأمعاء الدقيقة. طبعا هاي الحالة اللي بتكون شاملة نادرة، طبعا نادرة. أشياء الحالات بتكون إنه بيكون حوالي 15 سم من الكولون، 15 ل 20 سم من الكولون بيكون فاقد للأعصاب. تمام. فهذا أشياء شكل له. مثل ما حكيت لك يعني شيوع هذا الانتشار بين بالمجتمع اللي نحن بالكتب موجود هو طفل من كل 5000 طفل. يعني ما عندي من كل 5000 ولادة بيكون في عندي طفل واحد عنده داء هيرشبرينج. بس مثل ما قلت لك انه انا من خلال ممارستي وعملي هون النسبة اكثر بصراحة انه هون بالمنطقة في ممكن يكون في لها اسباب. اكيد رح نتطرق لموضوع الاسباب اذا توضح موضوع انه شو هو هل تماما. دكتور العامل الوراثي اكيد يلعب دوره. تمام. لا نتطرق للاسباب، اكيد رح تحكي من ضمن تمام. الاسباب. شو هي الاسباب اللي اهم سبب مثل ما حكيت هو السبب الوراثي. أهم سبب هو السبب الوراثي. نحن في عنا مجموعة من الطفرات، مجموعة من المورثات مسؤولة، يعني مؤكد مسؤوليتها عن داء هيرشبرينج. فهذا أهم سبب هو العامل الوراثي. طبعا متهم يعني. تمام. في طفرات محددة مكتشفة يعني معزولة بشكل هي مسؤولة عن داء هيرشبرينج. يعني بالمختبر عاملين لها دراسات ومشخص انه هي مسؤولة عن داء هيرشبرينج. طبعا ممكن داء هيرشبرينج يجي في سياق متلازمات مثل مريض الداون، مثل مريض الطفل الداون. هدول الأطفال هن عندهم داء هيرشبرينج بيكون بنسبة أعلى من غيرهم. فأهم سبب هو السبب الوراثي. العامل الوراثي هو أهم سبب لداء هيرشبرينج. تمام. دكتور هلا أحيانا بالدول اللي بتكون فيها حروب وظروف معيشية صعبة، تمام، بتحدث حالات يعني إنجاب أو ولادة، خلينا إذا جاز التعبير، تمام. إنه بكون عندهم فرصة أكبر للتشوهات، سواء كانت اللي من التشوهات اللي حكينا عنه هي السحائية أو كذا. طبعا. فيا ترى لو تحكينا عن هالموضوع هذا. طبعا هلا نحن التشوهات
أشياء أسباب التشوهات بشكل عام، إذا بدنا نحكي عن موضوع التشوهات بشكل عام، أسبابها بتتعلق ممكن يكون التلوث الأدوية. البيئي، الأدوية. تمام، الأدوية أثناء الحمل، فترة الحمل، الأدوية، في بعض الأدوية بتعمل تشوهات. التعرض للأشعة كمان بيعمل تشوهات أثناء الحمل. التلوث البيئي الموجود سواء كان الهواء أو الماء، كلها هاي بتعمل تشوهات أثناء الحمل. كلها بتعمل تشوهات أثناء الحمل، والتشوهات إلى طيف واسع حقيقة، يعني طيف واسع من تشوهات. دكتور، أيضا من ضمن الأسباب يا ترى موضوع اللي من شوي حكينا، الثقافة الاجتماعية أو الثقافة الطبية، مثلا زواج الأقارب، يعني تماما. كمان هن فرصة. طبعا طبعا زواج الأقارب أيضا متهم كمان بالتشوهات وأمراض وراثية معروفة، يعني مثل التلاسيميا، مثل الداء المنجلي. هاي الآفات بتكون سبب العامل الأساسي فيها هو الوراثة، وبشكل أساسي هو زواج الأقارب. تمام، بتزيد فرص الإصابة بهالحالات هاي. تمام. دكتور، بشكل عام على هالموضوع داء هيرشبرينج، الأعراض اللي بتظهر على الطفل هذا كيف راح يكتشفوا الأهل لحتى يراجعوا الطبيب المختص، سواء كان طبيب أطفال لحتى طبيب الأطفال يحولوا لا عن طبيب جراحة الأطفال؟ أكيد راح نتطرق ضمن سياق موضوعنا. هلا نحن الأعراض حقيقة بنبلش بعد الولادة مباشرة. نحن كأطباء أطفال وجراحة نعرف إنه الطفل الطبيعي خلال 24 ساعة بعد الولادة، المفروض خلال 24 ساعة يخرج الطفل. المفروض يصير في عنده خروج. هلا الأطفال اللي عندهم هيرشبرينج بيتأخر خروجهم بعد الولادة 48 ساعة. تماما. فبعد 48 ساعة الطفل الهيرشبرينج ما بيصير عنده خروج. فهون الأهل بيصير عندهم تنبيه إنه الطفل ما طبيعي، الطفل في عنده مشكلة، لازم يراجع طبيب الأطفال. كمان إذا هذا أول عرض إنه تأخر بأول خروج عند الطفل أكثر من 48 ساعة، هذا أول عرض. عرض ثاني ممكن نلاحظ إنه في عندنا انتفاخ بالبطن. نعم. يبلش ينتفخ بطن الطفل بشكل واضح. العرض الثالث كمان الإقياءات. طبعا بنلاحظ إنه الطفل يصير يرضع ويراجع يستفرغ. الطفل أول شيء بيستفرغ حليب، بعدها بتلاحظ إنه صار الاستفراغ أخضر بعدين أصفر، فبيصير الاستفراغ ملون. هاي كلها علامات لداء هيرشبرينج. فأول علامة هي تأخر الخروج لأكثر من 48 ساعة، وانتفاخ البطن، والإقياء أو المراجعة. دكتور، من خلال متابعتي لصفحتكم الشخصية وأيضا يعني بحث عن هالموضوع هذا، يا ترى المقصد بانعدام فتحة الشرج، أو يا ترى في أطفال بيكون عندهم ما يكون في يعني فتحة الشرج أو المعصرة، أو يعني لو تحكي لنا توضح لنا للمستمعين أيضا. تماما. هلا هذا تشوه ثاني. هذا تشوه ثاني غير داء هيرشبرينج، هذا اسمه غياب الشرج. بعض الأطفال بيولد بدون شرج، بيولد الطفل بدون شرج، ما بيكون عنده شرج. طبعا هدول الأطفال بحاجة إلى جراحة مستعجلة. تماما. نعمل لهم عمل جراحي مستعجل. طبعا في له أشكال، هو هذا التشوه في له أشكال، في له أشكال بحث خاص يعني. تماما. نعم. بحث خاص ممكن نتطرق إليه أكيد بحلقة ثانية يعني. إن شاء الله يا رب. دكتور، التشخيص الطفل تمام اجى من البيت لعندكم لعند الطبيب. تماما. طبيب الأطفال كطبيب، شو الإجراءات التشخيصية اللي بتتخذوها لحتى تشخصوا المريض إنه خلص هذا ده هيرشبرينج، سواء كان سريرية أو مخبرية أو الإجراءات الأخرى؟ تماما. هلا نحن مخبريا ما بنعتمد كثير على المخبر بتشخيص داء هيرشبرينج يعني بشكل أساسي. مستبعد. تماما. نحن بنعتمد على الأعراض، على القصة اللي بيعطونا إياها الأهل، على الفحص السريري، وآخر شيء وأهم شيء طبعا عنا التصوير للكولونات. نعمل تصوير الكولونات، تصوير ضليل. نعمل الكولونات صورة ضليلة، هي عبارة عن قصرة بندخلها عبر فتحة الشرج وبنحقن مادة ضليلة، فبتصور لنا الكولونات. طبعا بتبين عنا المنطقة السليمة والمنطقة المصابة. المنطقة اللي ما فيها أعصاب بتبين على الصورة. عن طريق الصورة بناخد التشخيص. طبعا هلا حتى نتأكد من التشخيص بنعمل خزعة. بنعمل خزعة للطفل عن طريق الشرج، بناخد خزعة من الطفل ونبعثها على التشريح المرضي. هلا التشريح المرضي، طبيب التشريح المرضي بيشوفها تحت المجهر وتبين معه انه فعلا هاي القطعة المأخوذة من الكولون ما فيها أعصاب. تماما.
فإذا نحن بالتشخيص نعتمد على القصة السريرية، على الأعراض الموجودين عند الطفل، نعمل صورة كولونات، وآخر شيء بنعمل خزعة للكولونات. ناخذ الخزعة اللي هي عبارة عن قطعة صغيرة من الكولون، ونبعثها على التشريح المرضي لحتى يشوفها عبر المجهر. تماما. بنوجه تحية لجميع اللي عم يشاهدونا، للي عم يسمعونا. انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور ماهر طحلو، اختصاصي جراحة أطفال، خريج جامعة دمشق ومشفى الأطفال الجامعي. عم نحكي عن موضوع داء هيرشبرينج، هذا المنتشر بمنطقتنا، والعمليات اللي أجروها أكثر، يعني بصراحة عدد لا بأس به يعني. تماما. أي حدا حابب ينضم لنا، أي حدا حابب يسأل، لا تترددوا. فيكم تشيلوا السماعة 429-101، هذا رقم الإذاعة الأرضي. عبر الواتساب أيضا 093-82-80-81-4. برسالة فيكم تبعتوا سؤال. ومشاهدينا يلي عم يشاهدونا عبر البث المباشر بوير عربي، بنوجه تحية للأخ بلال عمر. ألف تحية لك أخي وصديقي. طبعا مستمرين بموضوع النقاش وحول هذا الداء. كيف بيتم التشخيص؟ طبعا ذكرنا إياهن الدكتور. بعد التشخيص أكيد رح يكون التدخل الجراحي سواء كان أو العلاج. فالدكتور رح يشرح لنا طريقة العلاج كيف بتكون. تماما. هلا نحن العلاج طبعا هو علاج جراحي. علاج جراحي بالنسبة لداء هيرشبرينج ما في. هلا نحن صراحة أنا اللي بشوفه بالعيادة بيجوني أحيانا مرضى يعني التشخيص التشخيص بيكون مانو سليم لهذا الطفل، فبيضل الطفل بيعاني من إمساك. يعني ممكن الطفل الهيرشبرينج خطأ ممكن انه ياخذ علاج دوائي. طبعا مثل ما حكينا انه هذا علاجه جراحي، داء هيرشبرينج حصرا علاجه جراحي. هلا بالنسبه للجراحه، بالجراحه نحن في عنا طريقتين بالجراحه. هي فكره الجراحه انه هاي المنطقه اللي ما فيها اعصاب بنشيلها، والجزء السليم بننزله على الشرج حتى يخرج الطفل بشكل طبيعي. تماما. هلا نحن في عنا طريقتين لهذا المبدأ. أول طريقة ممكن نعمل العملية على مرحلتين. المرحلة الأولى نعمل كولوستومي، اللي هو الشرج مضاد للطبيعة. بنطلع الأمعاء على جدار البطن. اللي ما بيعرفها الكولوستومي إنه نطلع الأمعاء تماما، فبصير يخرج الطفل بشكل طبيعي حتى يكبر الطفل. بيوصل لعمر حوالي 6 شهور 7 شهور، يعني تقريبا وزنه يصير حوالي 8 كيلو. بيصير جاهز للعملية الثانية، جاهز للمرحلة الثانية. هاي طريقة. إذن أول طريقة إنه نعمل مرحلتين. أول مرحلة هي كولوستومي. المرحلة الثانية هي العملية الأساسية. الجزء اللي ما في أعصاب بنشيله، والجزء السليم بننزله لتحت. هلا الطريقة الثانية اللي حاليا عم بيتوجهوا لها بشكل أكثر بصراحة معظم جراحي الأطفال، هي تكون العملية على مرحلة واحدة، بدون إنه ما نعمل كولوستومي للطفل ونعذب الطفل ونعمل له كولوستومي مزعجة للطفل مزعجة للأهل. فعلى مرحلة واحدة تماما. فهي طبعا في لها شروط خاصة للمرحلة الواحدة، في لها شروط خاصة جراح الأطفال بيعرفها بشكل دقيق، وكل طفل بيعطيه يعني حسب حالة الطفل بيختار له الطريقة المناسبة. أحيانا يعني ربما بالمصطلح العامي الطفل يعني بيقولوا انه مثلا اطباء التخدير انه الطفل هذا وضعه الصحي ما له خرج هلا تماما. ممكن انه نعمل له هلا عمليه الكولوستومي حاليا تماما. هاي احد الاسباب، كمان الاستطبابات بالضبط انه يكون الطفل فعلا مثل ما حكيت تخديريا ما يتحمل العمليه الاساسيه. عنده تكون مشاكل بالرئه تماما، يكون عنده مشاكل بالرئه، يكون عنده انتان، وزنه قليل، ما يتقبل العملية الثانية. لأن العملية الثانية نحن بتطول حوالي 4 ساعات. عمل جراحي طويل. فلا ما بنعمل العملية، بنعرض الطفل لخطورة أكبر إذا عملنا العملية على مرحلة واحدة. فبنعملها على مرحلتين. أول عملية كولوستومي طبعا تستغرق حوالي نص ساعة، سهلة وبسيطة، ما في عليها خطورة، ما في على الطفل خطورة. وبنستنى لحتى يكبر الطفل
لعمر 6 شهور أو 7 شهور أو 8 شهور، بحيث أنه يصير وزنه 8 كيلو قابل للعملية الثانية. إذا لكل حالة في استطباب ومضاد استطباب. تماما يعني. تماما كل طريقة في إلى مرضى خاصين فيها. دكتور، قبل ما نتوجه للمستمعين بنصائح من عندكم عبر منبر بوير، إذا حابب أي ملاحظة أو أي زاوية حابب أنه تسلط الضوء على الموضوع هذا، ربما نحن ما كنا حابين. تماما. تماما. حقيقة أنا قلت لك هلا أنا كتير بيجيني يعني بزعل كمان على الأطفال. حقيقة الأطفال اللي بيتأخر تشخيصهم، احنا قلنا انه داء هرشبرينج تشخيصه بيكون بعد الولادة، بعد الولادة مباشرة، يعني اول يومين 3 ايام لازم يتشخص داء هرشبرينج. يعني اذا كان الطفل اللي بيعاني من داء هرشبرينج بيتشخص بخلال 48 ساعة، بعد 48 ساعة بتشخص، الاعراض بتظهر بعد 48 ساعة. وفي عنا امكانيات، يعني فينا نعمل الاشعة موجودة، الخزعات موجودة، التشريح المرضي كله موجود متوفر يعني. هلا انا اللي بنزعج وبزعل على الاطفال انه حقيقه بيجوني احيانا اطفال باعمار كبيره ومراحل ربما. تماما. يعني انا اخر فتره اجتني طفله بعمرها 10 سنين، عمرها 10 سنين عندها داء هرشبرينج، بتعاني من امساك مزمن، بتعاني من امساك مزمن. يعني الطفله كل اسبوع بدها تخرج مره واحده. يعني شيء مؤسف يعني. جدا. يعني انا حقيقه بزعل على هذول الاطفال يتاخر التشخيصهم. أيوة يعني الالم للاهل وللطفل. يعني تصور انه الطفل ما بيخرج 7 ايام او 8 ايام او تعمل له حقنه كل يوم حاطه على حقن او ملينات. تماما ملينات. يعني لايمتى لهذا الطفل؟ فهذا الموضوع موضوع تاخير التشخيص. يعني نحن مثل ما حكينا التشخيص لازم يكون أول 48 ساعة فينا نحط التشخيص ونضع التشخيص ونعالج حسب الاستطبابات. هاي نقطة اللي كنت حابب أحكيها. النقطة الثانية اللي كنت حابب أحكيها كمان، في عنا حالة تانية هي مشابهة لداء هرشبرينج، تعطي نفس الأعراض، اللي هي حالة الإمساك الوظيفي. حالة الإمساك الوظيفي تعطي نفس الأعراض، يعني الطفل كمان بيصير عنده إمساك متماشية تماما. يعني تشبه هرشبرينج لكن هي ما هرشبرينج. تمام. نحن مثل ما حكينا بيجي على الطفل اللي عنا، طبعا كيف بنميزهم بعضهم عن بعض؟ بيجي الطفل كمان ناخذ القصة السريرية كاملة من الطفل، نعمل فحص، نعمل صورة كولونات ظليلة، وبعدها نعمل خزعة. فطبعا مثل ما حكينا الإمساك الوظيفي الكولون بيكون طبيعي. يعني الأعصاب، في أعصاب عندي، بينما بالهرشبرينج ما في أعصاب. فأنا لما أخذ خزعة وبعتها على التشريح المرضي، المشرح المرضي بيشوف إنه الإمساك الوظيفي في عندي أعصاب، معناته هذا إمساك وظيفي. الشيء الحلو بالإمساك الوظيفي إنه قابل للعلاج بدون جراحة. نحطه على أدوية، بيتحسنوا الأطفال بعد فترة وبعدين بنوقف الأدوية. فهي نقطة كمان كنت حابب أذكرها، لأنه كمان شائعة حقيقة عند الأطفال. الإمساك الوظيفي كمان شائع وبيشابه هرشبرينج، فبيصير في خربطة. يعني بيصير في خربطة كمان. هو أعراضه كمان مثل ما حكينا وإمساك مزمن، فبيشابه هرشبرينج ويتداخلوا مع بعض. فبدهم أخصائي حتى يشخص، بيمر بمراحل التشخيص اللي ذكرناها. تماما. هاي النقطة الثانية اللي كنت حابب أذكرها. النقطة الثالثة كمان كنت بدي أحب أذكرها عن طريقكم كمان. كتير أهل بيخافوا من الجراحة. نعم. بيخافوا من موضوع الجراحة، خاصة الأطفال اللي بعمر يوم يعني يوم أو يومين. يعني هذا سؤال شائع عندي كتير، مترددين تماما. يعني يا دكتور، هل الطفل يتحمل العملية؟ وزنه مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو، عمره يوم أو يومين. طيب هذا الطفل يتحمل عملية أو ما يتحمل عملية؟ يعني أنا جوابي دوما لهم للأهل إنه يعني أنا هذا اختصاصي. يعني هذا اختصاص قائم بذاته. يعني في طاقم عمل كامل بجراحة الأطفال، كفاءات عالية تماما. يعني في جراح خاص بجراحة الأطفال، في عندي طبيب تخدير خاص بالأطفال، في يعني هذا الاختصاص قائم بذاته يعني لعلاج الآفات الجراحية. وبتنعمل عمليات الأطفال بشكل روتيني في الحقيقة. يعني نحن هون بمدينتنا القامشلي بنعمل عمليات بشكل روتيني، وكافة العمليات بنعمل لكافة التشوهات وكافة العمليات.
فالموضوع مثل ما حكيت يعني هو موضوع مخيف للأهل، بس نحن نحب نطمنهم يعني إنه ما في خطورة ونتائج مرجوة يعني. والنتائج كتير منيحة مثل ما حكينا. يعني أنا يعني ليش لا أخلي الطفل بيضل بحالة إمساك مزمن وعلى حقن ولا يخرج بالأسبوع مرة واحدة؟ نعم. ليش ما أعمل عملية ويستفيد الطفل ويتحسن ويرجع مثله مثل أي طفل طبيعي؟ هاي النقاط اللي كنت حابب أذكرها عن طريقكم. ألف شكر لكم دكتور ماهر طحلو. يا أهلا وسهلا. اختصاص جراحة أطفال، كان معنا ضيفنا بالاستوديو خريج جامعة دمشق ومشفى الأطفال الجامعي. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. بشكر زملائي شيرين ومروان. مرة تانية بشكر الدكتور ماهر على هالحضور الجميل والمعلومات القيمة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.